قريب اللي بعمل لي مكياج وشعر مثل ابني. جوزيف صديق وفي لك. ايه وفي كتير كتير، اوفى انسان لإلي، وبحب كل الناس واصحابي بدهم غاية كل يوم انا وياهم، بنظهر بنروح، بحب البس، بحب الحياة كتير وهيك. شو بطلت تحبي؟ شو ما عدت تحبي؟ بطلت حب الحب، مع انه الحب اجمل شيء بالدنيا. الحقيقة ليه؟ لانه دقت المر منه؟ ايه مزبوط. وانا قوية بالحب، ماني هينة كمان. ايه طبعا. ايه. شو كان الحب بالنسبة لإلك وشو صار هلا؟ بالنسبة لي الحب العيشة، عرفت؟ مش حب، قصة حب. قصة الحب شيء والحب شيء، فكنت أعيش قصة الحب. عرفت كيف هيك؟ انبسط إنه في حدا بحبني، حدا هيك، إنه بتعرف كيف أنت أكيد حبيته. كان زي العسل يعني. كان زي العسل. برافو عليك. وهلا شو صار؟ ايه. وهلا حلو كتير. هلا حياتي أنا حب حالي. عرفت كيف؟ طول عمري عشت حب الناس وحب غيري، هلا عم بحب حالي وبحب أنا أقعد بيني وبين حالي، بيعجبني مخي. عرفت كيف؟ بيعجبك مخي؟ ايه. وما بخاف من الوحدة أبدا، وبحب كتير بقعد ساعات لوحدي. على بكره مثلا بوعى شي يمكن 2 الظهر، بضل قاعده لل5 6 لوحدي، وبقفل التليفون وبريح مخي. شو بتتأملي؟ شو بتفكري؟ بقعد هيك بريح حالي. شو بتقولي؟ شو تفكري؟ بصير بقول يا رب دخيلك ولادي، يا رب يضل العالم تحبني، واهم شيء الصحه. لو باكل خبز حاف بس تضل صحتي. الحمد لله. الحمد لله. صحتك كيف بهالايام؟ صحتي لحد هلا ماشي الحال. الحمد لله. اشكر الله. اسرارك، اسرار صباح، اسراري بعدها هي مثل عمر ال20 ولا تغيرت؟ ليك كل انسان عنده اسرار وبتكون له جواته، يعني في اسرار ما فيك تقولها. عرفت كيف؟ فهي عندي طبعا في اسرار عاطفيه واشكالات، وبتعرف يعني الانسان بيمشي عليه بيجي عليه اشياء كثير، فهو كله انه بحتفظ فيهم لنفسي. في سر بدي خبر شو صار معي بهالدنيا، الناس بدها تستغرب كيف انا بعدني عايشه. صباح، في سر بعد بقلبك من اول يوم فتي فيه على الفن؟ في سر بقلبك بعد من اول يوم فن؟ لا كثير واضحه. عرفت كيف؟ انا ست واضحه، ما يعني اسراري الشخصيه في اشياء انا بحتفظ فيها لإلي يعني، بس في اشياء في اشياء بعد عمر طويل اطل الله بعمرك يا رب يا صبوحه تقولي انه هودي رح ياخذهم معي انا؟ يعني انا بفتكر انه الموت مش موت. الانسان بيرجع بيعيش بغير مطرح. انا هيك بفتكر، انه مشان هيك بتفائل انه ما بزعل اذا بدي موت، انه هونيك في حياه احلى. اذا رجعتي مره ثانيه شو بتتمني تعيشي؟ كيف مره ثانيه؟ بحب كنت اعيش صباح، بس ما اتجوز ابدا ولا خلف. الله يخلي لي اولادي يعني، لانه مرحلتهم تعبتني شوي بالاول، خصوصا لما طلقت بي ابني ما كانوا يخلوني اشوف ابني، وضل ابكي وروح وقف تحت البلكونه عنده تحت الشتي. تعذبت كثير، وحط تيابه من غير شر حدي واغمرهم وابكي وهيك شيء. فمرحله وهيدا كمان بيا. لكن ترجعي صباح بس من دون زواج ومن دون اولاد. ايه. وهيدا كمان مضيت مرحله هي وصغيره كثير بشعه كمان، مش منها هي، من اهلها يعني. الحياه هيك بتكون اخف عليكي؟ صباح بتعيشي صباح هلا احلى شيء. هلا احلى شيء. لو رجعت مثل ما قلت لك، لا بتجوز ولا بجيب اولاد، الله يطول عمرهم يا رب. صباح، كنت تعصبي بحياتك؟ كنت تعصبي تغضبي؟ لا 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 ابدا ابدا. كيف كنت تفشي خلقي؟ مرة كثير، اذا فشيت خلقي ما بغلط. عرفت كيف؟ قبل ما فش خلقي بدرس شو بدي اقول لحتى ما اغلط، لان بدي اندم انا بعدين اذا غلطت. ما كان عندك حدا مقرب منك تصرخي بوجهه؟ لا ابدا، ما بسمح لحد. مين ما كان يكون حتى اذا عندي حدا بالبيت بيخدمني على طول، عمول معروف اذا سمحت. تربينا هيك، شو بعرفني، اخوتي مثلي كمان، حتى نحن وخياتي يعني هيك بنحكي مع بعضنا، اذا بتريدي، اذا سمحتي، ميرسي، اذا عاشتي، هيك شيء. شو بتنصحوا بعض انت والست لميا؟ اختي لميا على فكره قديره كثير طبعا، حبيبه قلبي انا، وكانت اجمل ست، بعدها حلوه على عمرها يعني، بس كانت جميله كثير. وبعدين بحسدها كيف إلها سنين قاعده بالبيت.
ولا بتحكي ولا بتشكي ولا شيء، عرفت كيف؟ قاعدة بهالبيت وبس. هي أنا ما فيي. أنا إذا ما لبست وظهرت وشفت العالم بخو. خلينا نشوف صورتين. هاي وسيم حياتي. شو كان ذكي وسيم، خذ العين عنه. يعمل سيناريو وهو قاعد مش 10 دقايق قد ما كان ذكي. بيكتبوا هاي. بقدروا كتير وبحترموا. وبعدين بعد ما تركني كان كتير كتير صادق وإنسان كويس، ما مرة قال كلمة عنه. اليوم؟ ايه اليوم كمان بحبه كتير لوسيم. في اتصال؟ هلا يمكن بحبه أكتر لأنه صرت بعمر بحب يمكن يكون جنبه أو شيء. بس قالوا لي إنه مغروم. إن شاء الله. هو؟ ايه خاي إن شاء الله بينبسط ويعيش. يستاهل. صباح، يوم اللي كنت تاخدي قرار بالانفصال عن ازواجك، ايه. شو اول فكره تخطر لك؟ انه انا ما عاد بدي. ما انا مش اول فكره، كنت ببقى لي مدني معهم عم فكر بالقصه، دارستها. عرفت كيف؟ دارستها موقتتها، فبتجي لعندي طبيعيه. بتوقتيها كمان. ايه. كيف يعني؟ يعني بتجي القصه كثير طبيعيه لاني خلص عملت السيناريو اللي بدي اياه وصرت فهمته وعرفت قفلته. عرفت كيف؟ يلا باي باي. شو كنت تاخدي منهم؟ يعني شو كنت تستفيد؟ يعني شو كنت تاخدي تستثمريهم بعدين لحياتك من هالأزمة؟ لا لك شيء، ما في انسان واحد بيرتبط فيه ما بيكون باول مده سعيد معه. بيبقى في اشياء حلوه، بس انا ما عندي موهبه الزواج. عندي هالموهبه هاي عدمانه فيي بالمره، وبنتي كمان ما عندها هالموهبه. فاكيد في اشخاص مثلا كثير كويسين مثل وسيم، عمل لي مسرحيات وكان حدي وابن عائلي وكل شيء، بس بالاخر عارف الفنان هيك بيزهق انه نفس الوجه ونفس الليله ونفس المدري شو. يلا حلو عدني بدي اعيش. خوته. مين كان بلا اصل معك؟ والله كلهم كان عندهم اصل وبعدهم اصحابي. لو حدا ما عنده اصل ما بقدر اقول لك لانه كلهم بحبهم. هودي بخزنه الاسرار. بخزنه الاسرار. سؤال اخر. يا هلا. صورة أخرى. شو طيب هالفادي يا الله، بجنن فادي. طيب كتير بس بحق حاله مش طيب. كيف يعني؟ كيف؟ يعني هيك إنه مبذر وبعدين مش همته الدنيا ومش عامل حساب لبعدين وهيك. هلا بيقولوا لي تجوز كتير منيحة، رحوا بأمريكا هلا بسلم عليه. صباح عم بتشوفي صورهم ايه وتذكريهم بالخير دغري، وهيدا طيب وهيدا منيح وهيدا آدمي، لكن بتوك منك انت. كان بتوك مني انا. ايه انا عم بقول لك ما عندي الموهبه. يعني طبعا في ازعاجات كثير صارت لي يعني من بعض الاشخاص، بس انا ما عندي موهبه يعني احمل شخص حدي. انا مشهوره العالم بتحبني، ليش بدي استحمل الشخص؟ عرفت كيف؟ وما كان في شخص اجى قال لي انت قعدي وانا كل شيء. يعني انا كل شيء وهو بده يقول لي قعدي، مش معقول. يعني ما في غير جو حمود. يعني ما اجاني شخص يقول لي انت قعدي وانا بشيل كل هالمسؤوليات عنك. فما اجى شخص هيك الا جو حمود الله يرحمه. كان رجال مزبوط معي وحده اللي صرف على صباح. يعني قدر انه كان كثير كان رجال الله يرحمه. الرجال بكرموا صباح. معلوم بك، وبوقفوا حد الست وكل شيء. انا كنت اوقف حده. عرفت كيف؟ انت كنت توقفي حد بلد مش حد شخص. انت حد بلد توقف. مضبوط. والحمد لله انه يعني مشي الحال. شو بدي اعمل؟ صورتين. بيته شو حلو. الحقيقة عمر كنا سوا قبل مش رمضان اللي فات. اللي قبله مع عمر والصبوحة. كان في استاذ انطوان مقصود كمان. مضبوط. وقتها بتذكري عمل هيك لعبه فات بشخصيه ما حبيتها انا بالاول. قلت له يا ريتك سالتني. صح. كان ممكن يكون زوج؟ لا لك لا أبداً. اول شيء انا عمر اعتبرته مثل ابني. وانا رايحه على مصر قال لي انا حابب انه اعمل فن وهيك. يا ريت انه تكوني حدي بهالقصه هاي. هو قال لك؟ هو نحن رايحين بالطياره يعني. وبعدين انا ساعدته كثير هونيك، يعني حكيت كل اصحابي وكل هيك. ولما حبيت اشهره اكثر صورت معه. ترى ما بحب الشهره، بطل يحب الشهره، بس صار كل الناس تعرفه. شو بك يا عمي يا عمر؟
قال لي لا 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 ما بدي شهرة ما بدي شيء، حتى عربيته عملها كلها أسود. اطلع فيني. بهالعربية غب قلبي دخيلك يا عمر لا يعمل هيك. قال لي ما بدي ما بحب الشهرة. شو تحكوا صباح؟ ها؟ بالوقت يلي الصحافه تداولت يعني منك إيه، انت إيه. قلتي انه خطيبه الى ما هناك، انتوا شو تحكوا بين بعض؟ شو توشوشوا لبعض؟ نحن كان مثل ابني تمام. هو بيقول لي اللي انا بس اتجوز ان شاء الله يصير عندي 10 اولاد بدي ضل حدي، ولهلا من وقت لوقت بيطلبني. بيطلطل؟ واهله ناس كثير طيبين وبقول لهم رمضان كريم واحلى عيد. وعمر شاب مثل القمر كمان. انت نهايه العلاقه؟ ايه لانه عرفت انه هالشي يعني مش ما بحب الشهرة وما كتير بحب انه يكون برات البيت يعني يظهر وهيك. فما قدرت انا بحب عيش، عرفت كيف؟ فالله يوفقه. صباح